بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علاء عادل من قناة المزرعة السعيدة. قبل ما اتكلم عن موضوع حلقتنا النهاردة، حابب اشكر كل الناس اللي متابعينا وكل الناس اللي بتدعمنا من مصر ومن الوطن العربي كله. ان شاء الله موضوع النهاردة هنتكلم عن استقبال المواليد في فصل الشتاء. ايه المشاكل اللي بنقابلها وايه الامراض اللي هنقابلها وازاي نتعامل معاها وحلولها ونرتب دنيتنا ازاي يعني في استقبال المواليد وكده. ان شاء الله هنبتدي نتكلم. قبل ما ابتدي اتكلم، معلش اتأخرت في الفيديو عشان مسحول والله اليومين دولك شغال في البيت وكده، والدنيا خربانة خالص، ورمل وطوب والدنيا زي الفل يعني. فمعلش بقى اتأخرت في الفيديو. وان شاء الله هحاول الايام الجاية دي احاول استمر معاكم واعمل فيديوهات جديدة. النهاردة بقى هنتكلم عن استقبال المواليد في فصل الشتاء. ايه اهم الحاجات اللي لازم نعملها في استقبال المواليد؟ استقبال المواليد، انا عشان استقبل مواليد كويسة وحاجة كويسة واقدر ما تعمليش مشاكل بعد كده، لازم أنا اتابع من اول ما اعرف ان المعدة عشرت. طبعا بسجل مواعيدها وببتدي بقى الشغل عليها من اخر شهرين في الحمل او في الشهور. من اخر شهرين في الحمل ببتدي اشتغل على ايه؟ ببتدي اتابع الحاجة اللي عندي، اشوف اكلها، ازود اكلها بنسبة 50%. يعني هي لو بتاكل كيلو احط لها كيلو ونص، عشان اعمل حساب الحاجات اللي في بطنها والحاجات اللي هي شايلاها وكده. ايه الامراض بقى اللي بنقابلها في الموضوع دوت وايه اشهرها؟ اشهر مرضين في الموضوع دوت التهاب الضرع في الفترة دي. اشهر مرضين التهاب الضرع وتسمم الحمل. طبعا أنا عشان اتجنب تسمم الحمل لازم اشتغل على علفة كويسة وعلفة متوازنة فيها كل العناصر الغذائية. وطبعا زي ما قلت لكم لازم يكون فيها قوالب تمليح وفي فيتامينات بتتحط على العلفة. الحاجات دي هتساعدك في تجنب المشاكل دي كلها. تاني مرض اللي هو التهاب الضرع، خليكم معايا لاخر الفيديو ان شاء الله هنتكلم عن التهاب الضرع وازاي نتعامل معاه وازاي علاجه. طبعا انا بسجل وبعرف ان ميعاد الولادة امتى. فبحسب بقى بحسب اخر شهرين من الحمل، وبزود العلفة بتاعتها وبظبط الدنيا دي كلها وبزود لها حوالي 50% من العلفة. وبركز على الفيتامينات، وممكن اديلها في اخر شهرين دولك او في اخر شهر ممكن اديلها 6 سنتي مالتي فيتامين. يعني ممكن في اسبوع اديلها 3 وفي الاسبوع اللي بعده اديلها 3 سنتي تاني. فدوك الموضوع دوك بيخلينا نتجنب مشاكل اللي هي تسمم الحمل. لما بغذي كويس وبظبط الدنيا بتجنب تسمم الحمل. طب لو حصل عندي تسمم حمل اعمل ايه؟ لو حصل عندي تسمم حمل بجري على طول على الوحدة البيطرية او الصيدلية البيطرية وبجيب لهم كالسيوم. اهم حاجة الكالسيوم، فبديلهم كالسيوم. ممكن في كالسيوم حقن بيتاخد تحت الجلد، وفي كالسيوم بيتاخد بيتحط مع المية. ممكن اللي بيتحط مع المية دوت انا اركزه وما احطش في المية. انا ممكن اديلهم بسرنجة في بقهم على طول. طيب الحمد لله احنا عندنا موضوع تسمم الحمل وربنا كرمنا ومفيش اي موضوع تسمم حمل. المعزة ولدت، طب انا هتعامل معاها ازاي؟ لازما اول ما تولد اتابع معاها. طبعا انا ببقى مسجل فعارف ميعادها، فلما بتولد ببقى عارف هي هتولد في الاسبوع الفلاني يعني في الاسبوع، فبتابعها في خلال الاسبوع ده. اول ما بتولد بركز ان الولدة بتاعتها ترضع من لبن السرسوب، اللي هو اهم فترة بتبقى في اول نص ساعة. فبتحاول تلحق ان انت ترضعهم لولدتهم. لو هي ما اهتمتش بيهم انت تهتم بيهم، ولازم تنشفهم كويس وتركز معاهم. تاني يوم بشوف الولدة بتاعتها دي خرجت ولا لا، تبرزت ولا ما تبرزتش. لو تبرزت يبقى تمام، الدنيا كده المعدة شغالة والدنيا تمام. لو ما تبرزتش فكده يبقى عندي مشكلة في امساك، ولازما نساعدها في الحالة دي. ففي الحالة دي بجيب 2 سنتي زيت زيتون او زيت اكل، وبده لهم في مكان المخرج، مكان ما بيتبرزوا منه. هي مرة واحدة وإن شاء الله بعد ساعة كده هتلاقي المعيز خرج. بركز على النقطة دي كويس. طبعا لو عندي رخاوة فممكن أدي 2 سنتي مالتي فيتامين تجريع في الفم.
او 2 سنتي مضاد حيوي او بنسلين. فبدلهم وان شاء الله خير يعني. بحاول اتابع معاهم، ولازم طبعا اتاكد من المكان دافي، مفيش تيارات هوا، واحطهم في مكان دافي في فترة الولادة. واحاول اعزل المياه اللي هتولد دي، اعمل لها مكان تولد فيه. حتى لو 2 متر في 2 متر، متر في متر، لازم أن يكون في ايه زي كشك ولادة كده، بتحط المعزة في آخر أسبوع بحيث إنها تاخد راحتها في الولادة، وما ايه ما يحصلهاش عملية إجهاد وتتعب من وسط المعز اللي معاها، ما تتخبطش، يحصل لها إجهاض أو حاجة. فلازم ايه أهتم بمرحلة الولادة دي، لأن هو إنتاج السنة كله أو إنتاج الشغل كله اللي أنت بتعمله في الولادة دي. لما ربنا بيكرمك لو ولدت 2 3 1، فهو دوت تعبك، ده مجهودك وتعب. اما بقى بالنسبه لموضوع التهاب الضرع، طبعا موضوع التهاب الضرع دوت لازم باجي في اخر شهرين او شهر ونص من الحمل، وبحاول اخد عينه من اللبن بتاع المعيز اللي عندي، اشوفها المعيزه اللي عندي دي اللبن بتاعها نضيف ولا فيه مشاكل. اعرف ازاي ان فيه التهاب ضرع؟ هلاقي الضرع مورم بدري شويه، وهلاقي مفروض هي ما تنزلش لبن دلوقتي، فبتلاقي الدرع كأنه معبي لبن واحمر من بره كده، فبتحلبه. فلو اللبن نضيف بتعرف ان هي ما عندهاش اي مشكله. لكن لو اللبن بالصوره ديت فكده ايه انت عندك حاله التهاب الضرع. وانا عندي حاله هي طلع فيها التهاب ضرع. فطريقة الحل والعلاج ان انا لازما احلبها، افضي الضلع ده خالص، لازما افضيه كله، اشوف الناحيتين، لو الناحيتين فيهم نفس المشاكل هروح ايه حلبها كلها ومصفيها، ما اخليش فيها ولا نقطة لبن، ولا نقطة. هو مش لبن ده، هو يعني مادة غريبة كده مش عارف اسمها ايه بصراحة. فبحلبها من ناحيتين. وطبعا لازم أنا اتاكد ان المعيز اللي عندي كلها تمام، واحلبها واشوف الدنيا دي، لو اللبن سليم خلاص كده كده ايه الحمد لله ما فيهاش اي مشاكل. لكن لو كده فبصفيه خالص من ناحيتين، وبديلها بنسلين عشان هي عشار وكده، بديلها بنسلين 2 سنتي عام، بديلها في العضل عادي. لو العملية بقى صعبة أو لقيت فيه وانت ماسك كده وانت بتحلبها لقيت فيه في كلاكيع جوه في خراج او حاجه، بديلها موضعي في الضرع، في قلب الضرع كده من تحت من مكان ما بيخرج اللبن. وبروح مديلها برضو ايه سنتي هنا وسنتي هنا، سنتي بنسلين بديهولها في قلب الضرع نفسه، عشان برضو ايه ينضف لنا المشاكل دي كلها. بس انا الحمد لله يعني لو استمريت على الحلب ده كل ما الاقيها عبيت كل يومين كل 3 على حسب ما احس ان الضرع اتملى، فبروح ايه مصفيه. انا النهارده اول يوم اصفيه. طبعا اكتشفت الموضوع ده الحمد لله اكتشفته في فترة كويسة يعني، هي لسه فاضلها 40 يوم على الولادة. فدي فترة كويسة ان شاء الله ايه ربنا يكرمنا ونلحق الموضوع ده وتخف قبل ما تولد. وان شاء الله برضو ايه هبقى انزل الفيديوهات ليها كده ونشوف الدنيا فيها ايه، الموضوع نجح ولا ما نجحش والدنيا فيها ايه. طبعا الناحية دي في ناس هتقولك ده لبن سرسوب، لا ده مش لبن سرسوب، ده ملوش اي علاقة باللبن خالص. والناحية التانية بس انا معرفتش احلبها من الناحية التانية كويس عشان بتخبط وكده، وطبعا بتعبها الموضوع دوت. فالناحية التانية كانت بتجيب دم مع المادة دي، فلازما احلبها وافضيها كويس. لازم اركز على الموضوع دوت، لان الموضوع دوت لو ملحقتوش في في الاول يعني هيبقى مشكلة عندي كبيرة بعد ما تولد، مش هيبقى فيها لبن وهيبقى فيها المشاكل دي، ممكن تموت عيالها لو رضعوا منها هتعمل لهم مشاكل، ولو ما رضعوش طبعا لان ما فيهاش لبن هيموتوا برضو من الجوع. فانا لو منظم الدنيا ومتابع الحاجات ديك ان شاء الله الدنيا هتبقى تمام ومفيش اي مشكلة. معلش بقى بصور لوحدي وبحلبها في نفس الوقت، فالموضوع صعب شوية. وان شاء الله هحاول انزل لكم الفيديوهات وتابعونا، ولو استفدتم يعني اشتراك ومشاركة وسبسكرايب، اي حاجة تعملوها انا راضي بيها. واللي عجبه الفيديو يدينا لايك. عايزين واحدة من دي بلاش دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.